بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده عاملين فراخ مشويه بصوص كده خفيف، خلطه هتعجبكم قوي، ورز اصفر مبهر. يلا نشوف المقادير. معانا فرخه منقوعه ومتصفيه في محلول الملح بتاعها وزي الفل، ملح، فلفل اسود. معانا البهارات بقى ايه؟ بهارات فراخ، كزبره ناشفه، بابريكا، مكعب مرق الدجاج، ورق غار، حبهان، بصل، طماطم، فلفل بارد وفلفل حامي، وليمونة، زبدة، رز بسمتي منقوع نص ساعة كده، ورق راولو، قرنفل مستكة، حبهان، عود خشب، قرفة، حبهان، ليمون مجفف، ليمون مجفف، كركم وكيري. وهنا بقى هنقطع البصل جوانح كده بالشكل ده، والطماطم برضو جوانح بالشكل ده، وفلفل بقى حلقات كده بالشكل دوت، وقرن فلفل حامي بقى ده بيتقطع كده مكعبات. وده شكل الحاجة لما اتخرطت. ويلا بقى على التحضير. هنمسك بقى الفراخ بتاعتنا، هنقطع الصدر كده من الجنب عشان هنحشيه دلوقتي من التتبيلة دي، ونفتح كده في كل الاتجاهات عشان يشرب من التتبيلة بتاعته. والورك برضو كده هنفتحه برضو من ورا كده بالشكل ده اهو. كل التفتحات بقى دي تتبيلة تدخل فيها يشربها. وهننزل في بولة بالكل الخضار اللي احنا مقطعينه، فلفل اسود وملح، ظبطي ملحك بقى، وبالبهارات دي، والليمونه. هنا بقى انا نسيت احط الثوم، بس انا هقول لكم هنحطه امتى. امسكي بقى بايدك كل التتبيله دي، ادعكيها كده جامد 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 بايدك لحد ما تبقى بالشكل ده. ومعانا صينيه نرص، ننزل بحبه خضار فيها، ونمسك بقى في التفتحات دي كلها نحشي بقى. احشي بقى من الجنب ومن تحت الجلد كده، ونرصها بقى في الصينيه، وننزل ببقيه التتبيله عليها من فوق الوش. متخافوش، البصل مش هيتحرق ولا هيحصل له اي حاجه، هنشوفه دلوقتي. هنا بقى اهو معانا توم في قلب طبق، ونهرسه كويس، معلقه صلصه، وننزل بحبه ميه يدوبك تتفككيها كده من بعضها، وبالفرشه كده ونقلب. نزلنا بكل الكميه، ووزعيها بقى كله كده. حبه فلفل اسود، ومعلقه زبده، طعمها معلقه الزبده على فكره قوي. ونغطيها كويس بورقه فويل، وفي الفرن على طول كده نحطها من تحت ونسيبها. هنا بقى هنعمل الرز. معانا حله، ننزل بحته الزبده وكل بقى البهارات بتاعه الرز الاصفر بالليمون، تتشوح كده لحد ما تشم ريحه البهارات. وهنا صفينا الرز ونزلنا بيه، تقلب بقى كويس. اهم حاجه تشوحي الرز كويس قوي لحد ما يبقى كده بالشكل دوت. وننزل بالميه، عارفين ان الرز البسمتي بياخد ضعف الميه. لو الرز المصري بياخد كوبايه، هو بياخد 2. ظبطنا الملح، نشرب كده، ووطي النار عليه، نصبر شويه ونرجع له تاني. هنا بقى بعد ما عدى بتاع ساعه الا ربع كده، هنغطيها من ورقه الفويل عشان تتحمر معانا. حطينا قرنين فلفل هيتشووا برضو في الفرن. والله والله الريحه كانت طالعه كأنك عند بتاع المشويات بالظبط. او الرز استوى،
هنغرب بقى. اي مكونات جافة شيليها معاكي، ليمون، قرنفل، اللي يقابلك طلعيه. وهي هنا استوت وطرية وطعمها رهيب، جربوها ان شاء الله هتعجبكم. بس الصدر مستوي كده ودايب، والفلفل المشوي. ورصي طبقك اهي، بوريها لكم من جوه مستويه ودايبه كده بالشكل ده. والصوص الرهيب ده بقى ما اقولكوش. والرز الاصفر بالشكل ده اهوت. جربوا الوصفه دي ان شاء الله هتعجبكم. ده شكل الفراخ. وده الشكل النهائي للاكل بتاعنا. يا رب يكون عجبكم. لو عجبتكم الوصفه بتاعتي يا ريت تجربوها. متنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد في اسرار الطبخ مع عمو ربيع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.